السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا اخر تحديث لبوت ميمي 5. هنشوف التحديث ده النهاردة مع بعضينا. ما تنساش في الاول تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده، وتشترك معانا في قناة التليجرام عشان نوصلك كل شيء جديد اول باول، وهسيب لك اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو في التعليقات. هنترجم البوست ده. مكتوب هنا الوضوح بشأن القوائم وتي جي اي والإنزال الجوي. كل البطاقات مش مهم معانا كل الكلام ده. المهم عندنا من الأول هنا سيتم إدراج ميمي 5 في 6 بورصات CAX، يعني منصات مركزية رائدة، زائد في منصة تاني في انتظار التأكيد بس لسه متأكدوش منها. تم تأجيل القائمة إلى 30 أكتوبر. سيكون معيار الأهلية هو عدد العملات المعدنية، ولكن ستكون هناك مضاعفات مكافآت من التفاعل مع العديد من جوانب نظام ميمي 5 بي، بما في ذلك التستنت OGS. يعني المعيار الأساسي هو عدد العملات اللي عندك في البوت. والتأجيل تم التأجيل الإدراج أو سحب العملات يعني لحد يوم 30 أكتوبر. فاللي ما اشتغلش يعني ممكن يشتغل عادي دلوقتي، يجتهد شوية في البوت ده. احنا للأسف ما اشتغلتش على البوت ده، ما لحقتهوش أو ما رضيتش اشتغل عليه من الأول لظروف معينة يعني. ستركز المعايير على جعلك باعتبارك لاعبا مخلصا في ميمي 5 مؤهلا للحصول على الحد الأقصى من التخصيص الذي يتكون من معايير كور زائد بونص. نعمل على تقليص عدد الروبوتات واستبعاد أي مشاركين حصلوا على النقاط بطريقة غير شريفة، مما يزيد من متوسط التخصيص لكل مستخدم. يعني أي حد غش في البوت هيستبعد، زي موضوع بتاع هامستر كده. أي حد غش هيستبعدوه. فأنت لو عايز تغش فخلي بالك يعني، بلاش تغش أحسن من دلوقتي. ما تستخدمش البوتات والحاجات دي. سيكون نموذج التخصيص معقدا ومرجحا وغير خطي لضمان مكافأة. سيتم الكشف عن معايير الإنزال الجوي التفصيلية خلال الأيام العشر القادمة في مقال، يعني خلال 10 أيام هيكتبوا المعايير الايردروب بتاعهم في خلال 10 أيام الجايين. لم يتم التقاط الصورة بعد، ويمكنك الاستمرار في اللعب حتى نعلن عن الصورة. لسه السناب شوت لسه ما خدوش السناب شوت بتاع البوت، فاشتغل عادي معاك لحد يوم 30. من المقرر أن يتم إطلاق العديد من الحملات الكبرى في الأسبوع المقبل، وسيستمر العد تنازله النهائي لسناب شوت طوال الشهر. بعد فترة وجيزة من سناب شوت سنصدر أداة التحقق من الإنذار الجوي مطبوعة بالتي جي. يعني انت معاك دلوقتي ال30 يوم الجاي، معاك لحد 30 أكتوبر آخر الشهر، يعني يشتغل على البوت عادي ويجتهد عليه وهينزل في 6 منصات لحد دلوقتي معلنوش عنهم. فاشتغلوا على البوت، اللي لسه بيشتغل عليه يجتهد أكتر. طبعا ادي البوت، انا زي ما قلت لكم ماشتغلتش عليه. ادينا عداد العملات تقريبا هتدرج على باينانس. هنا فاضل 20 ساعة تقريبا. وده البوت يعني اللي اشتغل عليه يجتهد، واللي ما اشتغلش بلاش يشتغل يعني عليه احسن، يعني عشان الموضوع هيبقى صعب لان البوت اللي في ناس كتير شغال عليه من فترة وعاملة ارقام كتيرة عليه، يعني عملات 40 مليون و50 مليون. فصعب ان البوت ليه كام شهر الناس شغالة عليه يعني. ممكن عايز تشتغل عليه اشتغل، بس لو هتعمل مثلا معاملة تقولك حول لي تون وكده، لا بلاش تحول. لو لسه ما اشتغلتش زي كده ليفل 1 بلاش تشتغل على البوت خالص، بلاش تشتغل. فالبوت يعني بلاش نشتغل عليه احسن، اللي لسه ما اشتغلش على البوت ما يشتغلش عليه. لكن اللي اشتغل عليه يجتهد اكتر في البوت. متوقع ان سعر العملة يكون كويس يعني. تقريبا هيبقى مثلا زي عملة دوجز كده اول ما نزلت تقريبا، يعني ممكن يوصل سنت او حاجة زي كده، او سنت ونص او اقل في الحدود دي. يعني مش هيكون عالي خالص، مش هيكون قليل خالص. يعني مش هيكون مثلا زي روكي رابت البوت الفاشل ده، او زي بوت هامستر. لا، هيكون بوت ان شاء الله كويس وناس هتعمل منه ارباح
كويسة بإذن الله رب العالمين. وده كان فيديو النهاردة، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده، وتشترك معانا في قناة تليجرام عشان يوصل لك كل شيء جديد أول بأول، وهسيب لك اللينكات تحت كلها في الفيديو. يلا يا شباب، تحت في وصف الفيديو في التعليقات. يلا يا شباب، في أمان الله.